الجهاز الفني منح لاعبي الأهلي راحة من التدريبات لمدة يوم، على أن يبدأ الفريق التحضير لمواجهة الجيش الملكي بعدها، بينما ينتظر المدير الفني أستروب تحديد جاهزية إمام عاشور الفنية والبدنية لحسم مشاركته أساسيا من عدمها. الإعلامي المغربي حذر الفريق المغربي من الخسارة في القاهرة لأنها قد تعقد حسابات التأهل، خاصة إذا نجح يونغ أفريكانز في الفوز على شبيبة القبائل، وطالب اللاعبين باللعب بثقة وتحقيق نتيجة إيجابية، على الأقل التعادل. الجهاز الطبي أخضع مروان عثمان لأشعة لتحديد إمكانية لحاقه بالمباراة المقبلة بعد معاناته من آلام عضلية خلال الإحماء أمام الإسماعيلي. المدرب العام أبدى استياءه من مستوى كامويش، وطالب بالاعتماد على مهاجمين آخرين لحين انسجام اللاعب، بينما يخطط الجهاز الفني لعقد جلسة معه لتحسين الضغط والالتحامات الهوائية. الفريق المغربي سيفتقد خدمات محسن بوريكا بسبب الإصابة، بينما ينتظر رضا سليم العودة للمشاركة بعد استبعاده مؤخرا من الحسابات الفنية. ياستروب طالب عمرو الجزار بعدم استعجال العودة للمشاركة، كما تنتظر الجماهير حصول يوسف بالعمري على فرص أكبر بعد إشادة المدير الفني به. الإعلامي أحمد شوبير طالب الإعلام في مصر والمغرب باستغلال المباراة لتهدئة الجماهير وإزالة التوتر بين الطرفين. المسؤول الإعلامي نافع الرفاعي أكد أن فريقه يستهدف الفوز لضمان صدارة المجموعة، لكنه يرى أن التعادل يكفي للتأهل، وأن الأهم هو تحقيق نتيجة إيجابية خارج الأرض. الناقد عبد الحكيم أبو أكد أن النادي يفكر في تجديد عقد طاهر محمد طاهر رغم تراجع مستواه، بينما نفى النادي عقد جلسة بين سيد عبد الحفيظ وآليو ديانغ أو تقديم عرض مالي جديد له. الجهاز الطبي في الزمالك أكد صعوبة لحاق أحمد فتوح بمواجهة كايزر تشيفز بسبب الإصابة، بينما تقدم محمد عواد بتظلم رسمي ضد العقوبة المالية الموقعة عليه. نادي سيراميكا كليوباترا رصد مكافآت خاصة للاعبين لتحفيزهم على إقصاء الزمالك من دور ال16 في بطولة الكأس. رمضان السيد انتقد بشدة مستوى كامويش، مؤكدا أنه لا يمتلك مواصفات المهاجم القوي، وأن التعاقد معه بدلا من جريدي شار كان قرارا غير موفق، كما انتقد أداء عدة لاعبين بالفريق مؤخرا. خالد جاد الله أكد أن كامويش بعيد عن مستوى الفريق، وانتقد تصريحات المدرب بشأن تأثر الأداء بغياب بعض اللاعبين، مشيرا إلى عدم وجود تطور فني واضح، كما انتقد بطء أداء أشرف بن شرقي. مجدي طلبة أكد عدم اقتناعه بمستوى اللاعب الأنجولي، لكنه شدد على ضرورة منحه فرصة أكبر قبل الحكم النهائي عليه. شوقي غريب يرى أن مصطفى شوبير الأجدر بحراسة المرمى حاليا، مع ضرورة الحفاظ على محمد الشناوي وتجهيز الثنائي للمشاركات الدولية المقبلة.